خناقه في الميكروباص وقطعوا شعر بعض على الجنيه الورق. قال ايه اتلغى والناس مش عايزه تاخده، تقول لك لا ده ما بيتصرفش. مفيش حاجه اسمها عمله اتلغت من غير ما يصدر قرار بالغائها من البنك المركزي. امال لو عرفوا ان الشلن الخمس قروش والبريزه 10 قروش ما اتلغتش، مفيش قرار بالغائها وانك ممكن تستخدمها عادي، هو بس ما بقاش ليها قوه شرائيه، ما بقاش في حاجه ببريزه. لكن هم على بعض كده لو عاملين جنيه وانت اديتهم لحد عليك ليه جنيه، او الخدمه اللي بيعملها لك بجنيه، مجبر ياخدهم وما يقدرش يقول لك لا، ما يقولكش ده العمله اتلغت، هي ما اتلغتش. للاسف في القانون العقوبات المصري عقوبه الامتناع عن تداول العمله عقوبه عبيطه قوي، 100 جنيه غرامه. يعني لو واحد رفض ياخد منك الجنيه الورق او الفلوس اللي ما صدرش قرار بالغائها من البنك المركزي بس احنا لغيناها بينا وبين نفسنا كده، العقوبه 100 جنيه غرامه. ولو ان عقوبه البنك المركزي نفسها اكبر، يعني قانون البنك المركزي نفسه بيقول الغرامه من 10000 جنيه لحد 100000 جنيه، عقوبه اهانه العمله او اتلافها او الكتابه عليها احمد ومنى الحب كله. بس برضه هل العقوبه دي كافيه؟ انتوا عارفين ان امتناعك عن تداول الجنيه ده اللي انتوا شايفين انه ماليش قيمه ده بيأثر على اقتصاد البلد؟ ما هي قيمه العمله دي مش في قيمتها هي كجنيه بيجيب باكل بان، قيمته في عدد مرات التداول. يعني انا معايا جنيه اديته لسواق الميكروباص، اداه اللي بتاع البنزينه، اداه اللي دفع بيه رسم في محكمه، سلمه لواحد تاني، كم مره بيتداول فيها؟ ان انت تمتنع بقى عن تداول العمله دي، نتمنى المشرع يشدد العقوبه شويه. يعني انا في رايي عمله الدوله مظهر من مظاهر سياده الدوله، ما ينفعش تقول لحد انا مش هاخد الجنيه اصله اتلغى طالما هو ما اتلغاش من البنك المركزي، ما تلغوش من نفسك وما تقوليش ده ملوش قيمه. لا، قيمته زي ما قلت كده في عدد مرات تداوله، وعلى فكره بيأثر على الاقتصاد المصري. فيا ريت المشرع يشدد العقوبه اكتر من كده شويه. 100 جنيه غرامه ايه دي اللي هيغرموا بيها الناس؟